إضراب إني لابسة سكراب بالمقلوب. الساعة 3:10. ألو، السلام عليكم، ازيك يا دكتورة؟ الحالة اللي حضرتك بعتيها المستشفى عشان وكانت تتفحص لحظة وفحصها إدراك كذا كذا، إني لكن وقت لابسة الفحص السكراب نزل بالمقلوب. مية من المية اللي حوالين البيبي، وللأسف إنها لونها أخضر غامق سميك. جريت طبعا بعد الوصف ده، وصلت في وقت قياسي وولدنا البيبي فورا الحمد لله. 4 إلا ربع كانت البيبي بره بطن مامتها والحمد لله سلمى معافية. ودي كانت لحظة إدراك إن أنا كنت بلف الطرحة وأنا بجري على السلم، فما افتكرتش موضوع إن بيتلبس قبلها بندانة ده. استني يا كانت امل. لحظة إدراك إني لابسة السكراب بالمقلوب. إني لابسة السكراب بالمقلوب. يا حستي يا فضحتي قدام الجيران. المية الخضراء دي بنسميها ميكونيوم ستيند امنيوتيك فلويد، يعني الجنين عمل تبرز داخل الرحم. ليه ده بيحصل مع الفيتال ديستريس، يعني توتر الجنين اللي هو ان الاكسجين واصل للبيبي بصعوبة، فصمامات زي صمام الشرج بيرخي، يعني البيبي فلاسد بقى خالص، البيبي فاقد طاقة ومجهد وتعبان لدرجة انه الصمامات اللي المفروض بتبقى قافلة بشكل تلقائي زي صمام فتحة الشرج يفك ويوقع الميكونيوم اللي هو البراز اللي جوه امعاء البيبي. تاخر الولاده او البوست تيرم انها تعدي الشهر التاسع، كل ما الحمل تخطى 41 اسبوع بتكون احتماليه ان البيبي يتبلد انقباضات قويه او سريعه اللي بنسميها تيتانيك كونتراكشنز، يعني الطلق ما بيسيبش فترات كافيه انها تعوض فتره انقطاع الاكسجين عن البيبي وقت الانقباضه القويه، بعدها ما بيبقاش فيه فترات راحه كافيه انها تغذي البيبي باكسجين تعوضه الفتره اللي انقطع عنه فيها. وده غالبا بيحصل مع الطلق الصناعي. صعب قوي ان الطلق الطبيعي يوصل لمرحله يبقى ما بين الطلقه والتانيه جاست ثواني او يتصلوا ببعض، فده غالبا بيبقى تدخل بشري اكتر من انه تحصل مع طلق طبيعي. واي مشاكل تانية تتعلق بالمشيمه او الحبل السري تقلل الدم الواصل للبيبي، هنوصل لنفس النتيجه برضو ان الاكسجين يقل فالصمامات بتاعه جسمه ترتخي. انواع الميكونيوم ده بنديله 3 درجات. الدرجه الاولى بيبقى لونه خفيف زي اخضر فات، ده غالبا بسيط وما فيهوش حاجه، ومع المراقبه ونحط عيننا في وسط راسنا بس وبتعدي على خير ان شاء الله. او متوسط، ده اخضر غامق او لونه زيتوني ومحتاج متابعه دقيقه، وغالبا بنسيب جهاز السي تي جي متوصل بالام ما بيتش. النوع الثالث الكثيف، وده بيبقى لزج وغامق جدا، وممكن لا قدر الله لو دخل رئه الطفل يسبب حاجه اسمها ميكونيوم اسبيريشن سيندروم، ودي حاجه كارثيه شويه ربنا ما يوريهاش لحد يعني. بنعمل ايه وقتها؟ بنراقب نبض الجنين كويس قوي لو كنا لون الميكونيوم فاتح، ولو في علامات توتر قويه او الميكونيوم من اول اكتشافنا له وهو غامق وكثيف، ساعتها بنلجا لولاده قيصريه فوريه. في النهايه لو نزلت ميه لونها مش شفاف، مش ميه صافيه تماما، يا ريت تبعتي صوره الميه دي للدكتور في اقرب وقت، وتبقي محضره نفسك ان انت نازله على المستشفى على طول. والنقطه الثانيه المهمه جدا برضو، يا ريت ما حدش يلبس سكراب بالمقلوب. والله دمي خفيف، يخرب بيتك يا فواز، عسل عسل. والحمد لله على سلامه اجمل مامي واجمل بيبي، وويلكم هوم بيبي خديجه. لو حابين تعرفوا اكتر عن ولادات اكتر وحالات طوارئ اكتر ومواقف بنقابلها اكتر، تابعونا عشان قصص تانية من داخل غرف العمليات. في النهايه لو وصلت للجزء ده من الفيديو فشكرا لوقتك الثمين الذي لا يقدر بثمن، وستاي سيف واتقوا الله.